إلا كنتو أول مرة كتشاهدوا الفيديوهات ديالنا ما تنساوش تضغطوا على زر الاشتراك وللتواصل بالجديد لحظة نشره فعلوا خاصية الجرس. السلام عليكم خوتي العزاز، الناس اللي باقي ما اشتركوش في قناه جو فوت بريس يمكن لهم يدعمونا بالاشتراك والضغط على زر الجرس باش دائما لا حطينا شي فيديو يوصل عندكم نتوما الاولين. كما شفنا خوتي الاعلام التونسي قال بان الجزائر تنافس المغرب، يعني واخا تلعب ضد السنغال فهي تتنافس مع المغرب، وداك الشيء تنشوفوه تيقول لك يعني بحال مثلا يلعبوا مع شي منتخب فيتلعب معاه المغرب مثلا درنا شي نتيجه تعادلنا معاهم ولا هذه وهما ربحوا هذاك المنتخب، تيبقى يقول لك ربحنا المنتخب اللي تعادل مع المغرب ولا اللي فاز على المغرب. فهادو مساكن ما غاديش نديو عليهم، فعارفينهم 10 في عقل، دابا ولاو كثر ولاو شي 100 في عقل، فما تنتسوقوش لهم حنايا. كما تنقولوا القافله تسير والخبار في راسكم. المهم اخوتي بالنسبه لابراهيم دياز فهو يعني الحمد لله صافي، يعني غادي يلعب مع المنتخب المغربي. هو باقي ما تاكدناش واش غيلعب في هذه كاس افريقيا اللي جايه ولا لا، لان فريق ريال مدريد ربما ما يطلقوش. تنعرفوا الفرق الاوروبيه تتاثر في هذه الفتره اللي تتكون فيها كاس افريقيا، لان كما تنعرفوا تيكونوا الانديه الاوروبيه تيتنافسوا لاعبين يعني لاعبين بطولات ديالهم، فما تيبغيوش يطلقوا اللعابه يمشيو يلعبوا مع المنتخبات ديالهم، خصوصا في افريقيا تيخافوا يعني اللعاب اصلا غادي يتحرموا منه يعني واحد الشهر والصريف، وعاد تيخافوا يتعطب في افريقيا وما يبقاوش مستافدين منه. داكشي علاش نشوفوا اغلبيه ديال الانديه الاوروبيه ما تيحملوش هاد الفتره ديال كاس افريقيا، وتيحاولوا انهم يديروا العراقيل للاعبين ديالهم باش ما يمشيوش يلعبوا مع المنتخبات ديالهم في كاس افريقيا. فتنتمناو من ابراهيم دياز انه يجي يلعب في كاس افريقيا ان شاء الله، وحتى لما لعبش ماشي مشكل نحتاجوه في ملتقيات اخرى من هنا لقدام. خوتي العزاز تبارك الله عليكم، خليوا لي الاراء ديالكم على هذا الفيديو، نتلاقاو في فيديو جديد ان شاء الله، والسلام عليكم.